بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. لقد كانت ولا زالت قضية فلسطين سلما للثوريين والحاقدين على العلماء الربانيين للنيل منهم بسبب مواقفهم الثابتة المنطلقة من نصوص الشريعة الغراء الخالية عن عاصفة التهييج والتهريج الذي تبنته جماعة الإخوان المسلمين هداهم الله، فتسببوا في كوارث عظيمة على الإسلام والمسلمين، والله المستعان. فيا معشر العقلاء من المسلمين، لا يجرفنكم إعلام الإخوان المسلمين الذين لا يبالون بكم، بل أنتم وما تملكون سلما لهم لقضاء مآربهم، والله المستعان. إن الإخوان المسلمين يمتلكون جبهة إعلامية واسعة النطاق ويجيدونه بكل احترافية، وكثيرا ما يقع عامة المسلمين في فخهم. وقد كان من آخر ذلك ما يسمى بثورة الربيع العربي التي هيجوا عليها العامة فانجرف الناس وراءهم، فكانت النتيجة ألم دخل بيت كل مسلم وبالأخص في جزيرة العرب، ولم يسلم منه إن صح أن نستثني إلا القليل. من لم يتألم حسيا تألم معنويا. ثورة الإخوان العبرية التي جرجرت على المسلمين الويلات، والله المستعان. يثورون ويخورون من على منابرهم وصفحاتهم، فإذا أوقعوا العامة في مأزق تخلوا عنهم يتجرعون كأس الموت والذل والمهانة بسببهم. وما يقال اليوم في عالم من علماء المسلمين المصحاء الصالحين فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، وهو العلامة يحيى ابن علي الحجوري رحمه الله، من قبل بعض الكتاب والصحفيين، إنما هو جزء من سلسلة إعلامية إخوانية بأياد مختلفة لاستغلال الحدث، حيث وجدوا فرصة سانحة للتثوير والتنفير، وهم منتظرون لمثل هذه الفرصة التي سيحققون بنظرهم ما يريدون، فإنهم قد عجزوا من قبل أن ينالوا بعض ما يريدون بسبب حب الناس وثقتهم بعلمائهم، وبسبب احتراق ورقة الإخوان المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية. فما أشبه الليلة بالبارحة، فقد قيل في الإمام الألباني والباز والعثيمين وغيرهم نظير ما يقال اليوم في الشيخ يحيى حماه الله، وقد رموا جميعا بالعمالة لليهود ووصفوا بالمخذلة عن الجهاد في سبيل الله، وكل ذلك من قبل الإخوان المسلمين وفصائلهم، ومن ذلك اليوم وإلى الآن فلا يعلم موقف وقفه الإخوان المسلمون ناجحا ينفع الإسلام والمسلمين، فجميع مواقفهم ومن غير استثناء إنما تصب في مصالحهم، وذلك ما ينشدونه ويسعون إليه ولو على حساب غيرهم. ورغم ذلك كله فما نجحوا ولا سلم غيرهم. ففي أيام الثورات قال أحد كبارهم في صنعاء اليمن: سكان اليمن 23 مليونا، يقتل 22 مليونا ويبقى مليون. قال هذا عبد الله صعتر وهو معروف. إذن هذا هو فقه الإخوان، وهذه هي نظرتهم ليهلك الناس جميعا ويبقوا هم ومصالحهم. هذه هي نظرتهم وعليها فقس في سوريا ومصر وليبيا وتونس وغيرها، والله المستعان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. كلما قام عالم فقال للناس: أعدوا واتحدوا وتأنوا واعملوا بأسباب النصر، وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وتوبوا إلى الله واتركوا التفرق في الدين الذي هو من أسباب الهزائم والضعف، قيل هذا عميل لليهود وهذا صهيوني وهذا. يا قوم اتقوا الله، اضبطوا كلامكم. لا يجوز أن نقول هذا الكلام في مسلم عامي جاهل، فكيف نتجرأ نقول هذا في عالم من علماء المسلمين؟ أليس هذا هو التكفير بعينه؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هكذا عميل صهيوني؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. اللهم عليك بالعملاء الصهاينة يا رب العالمين.